السلام عليكم، لبس عليكم. كنتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم كيفاش كنفتح النصدوق مع الحصيره اللي غتكون مفتوحه من الوسط باش غنديروا العقيدات. خليكم معايا باش تشوفوا التطبيق، وما تنساونيش من الجيم وبارطاج والاشتراك القناه. هنا من بعد ما قديت البياسه ديالي من القدام، غنشرح لكم الطريقه كيفاش كنقاد هاد في. يعني كنجي لهاد القنيت هنا ديال الكتاف بحال هكا، كنشد من هاد القنيت بحال هكا، وكنحاول انني ندير واحد طيه بحال هكا اللي غديني حتى البدايه، عفوا حتى الراس ديال النصدوق. يعني بحال هكا كنطويها بحال هكا بحال هكا، وهي اللي غندير عليها اللوغلي، يعني بالجهات بجوج. هذه هي الطريقه باش كنفتح انا الفي ديالي. من بعد ما اول حاجه هي من بعد ما خدينا العبار ديال النصدوق، يعني شحال بغيتو ديروا فيه على حساب كل سيده. كاين اللي كدير فيه 36 وكاين اللي كدير فيه 40 على حسب. هنا لتحت كتكوني دايره الملاقيه على حساب الملاقيه اللي خدمتي بها، يعني اما الملاقيه كاين بزاف ديال الملاقيات كتكوني ملاقيه البياسه ديالك. من بعد كنجيبو برا ديال الراندا والخيط اللي مبروم على جوج شعرات. دائما انا كنخدم بالخيط المبروم على جوج شعرات، وغنبداو الخدمه ديالنا كيف ما شفتوا معايا. هنا نجيب البرا وغنحطها فوق هاد الخيط ديال الملاقيه اللي دايرين لتحت بحال هكا. ندخل البرا وبنفس الطريقه من الجهه الاخرى، ونجمع الغرزات بحال هكا بجوج. ودابا غنبدا ندير في بناء الغرز، يعني غنجي وسط من هاد الغرزه اللي درت هنا ما بين هاد الخيط اللي تكون ليا اللي جبتو من هذا القنت وهاد القنت، ندخل البرا وسط منهم وغندير غرزه ديال الراندا بحال هكا. ها هي الغرزه الاولى، ونجي هنا في الثوب وندير غرزه ديال الراندا. يعني نصدق الفتيح ديالو كيكون ساهل. وغنجي في جنب هاد الغرزه وغندير نزيد غرزه اخرى، ها هي، وغنخدم وسط هاد الغرزه اللي تكونات ليا هنا لتحت. هما دابا ولاو عندي جوج. غنجي للثوب وندير غرزه ديال الراندا. نتمنى ان هاد اللون يبان لكم. وغنجي هنا ما بين هاد الغرزه هنا والثوب، وغنزيد واحد غرزه هنا في الجنب بحال هكا. دائما كنزيدو الغرز في الجنب من يلاه كنفتحو الطوق ديالنا. ها واحد، ناخذ هاد الغرزه اللي هنا الوسط، ها جوج. نحاول نقاد الخيط وها الغرزه الثالثه اللي تزادت لينا هنايا. دابا ولاو عندي 3 الغرزات، ها هما. غندير غرزه في الثوب وغنجي في الجنب ديال هاد الغرزه اللي على الثوب وغنزيد غرزه اخرى. ها هي كيف ما قلت لكم دائما كنزيدوا الغرز من الجنب. يعني هنا غنخدم في هاد الغرزات اللي عندي هنا الوسط، ها هي 3. دابا ولاو عندي 4 الغرزات.
وها الرابعة. نشدو في التوب وغنزيد غرزة في الجنب، يعني كنزيدو من هاد الجهة ومن هاد الجهة، كنزيدو من الجهات بجوج. ها هي غنخدم هاد الغرزات اللي عندي هنا الوسط، بحال هكا. تي غادا وكتخدمي والخدمه غادا وكتعرض وكتبان. غير هي ما تنساوش الغرزات من الجناب باش الخدمه ديالكم تبقى غادا مقاده. نزيد غرزه من الجنب، ها هي نخدموا هاد الغرزات اللي عندي هنا الوسط. كنتمنى الطريقه تكون باينه والشرح واضح. غنخدم القياس اللي انا محتاجه في هاد النصدوق ونرجع معكم باش نوريكم كيفاش غنخدموا الحصيره من كل جهه، وغنخليو الوسط بلاصه العقاد. هنا كيف ما شفتوا معايا انا خدمت النصدوق ديالي اللي متكون من 11 غرزه. غنخدم في الحصيره 4 من كل جهه، وغيبقاو ليا 3 الوسط هما القياس فين غنخدم العقاد. دابا غندوز باش غنقاد النصدوق ديالي وغنرجعو باش نخدمو الحصيره. كتقلبي الثوب ديالك الجهه من الداخل كيف ما شفتوا معايا، وكتجيبي مقص وكتحاولي انك كتقطعي مع هاد الغرزه الاخرى اللي هنا، وكتحاولي انك ما توصليش ليها، يعني كتضربي غير بشويه وكتحاولي انك ما توصليش ليها بحال هكا. نحاول انني نشدها بحال هكا وغنقطعها ونقص. وعندكم تقطعوا الثوب ديالكم من الداخل، يعني قطعي ودي البال بحال هكا. من بعد هاك الخيط اللي كنا مديرين به لوغلي ها هو كنقاد به بحال هكا اللوغلي ديالي. ها هو كنجي لهاد القنيت كنثبتو بحال هكا. ها هو كيولي عندك الفي ديالك طايح، ما غيجيك لا مشنق ولا والو، غيجيك النصدوق غيجيك النصدوق مقاد وطيح بحال هكا. بنفس الطريقه غنديرو حتى الجهه الاخرى، يعني حتى هي نقادو بحال هكا وغنقطعو وغنديرو اللوغلي ونرجعو باش نخدمو الحصيره ديالنا. هانتو البنات من بعد ما قادينا الطوق ديالنا لوغليتو، راني بديت في هاد الجهه ونخدم هاد الجهه وغنخليو القياس ديال العقاد. كنجيو هنايا في هاد القنيت ديال من هاد الجهه كندخل البره. الحصيره عاديه سهله في الخدمه، ضروري ما تثبتوا بالفنايت باش ما يجيكمش نصدوق فاوت. من بعد ما ثبت الخيط هنا غنجي لهاد الغرزه الاولى اللي في هاد الجهه، ها هي، وغنجمعها مع هاد الخيط باش تكون لي الغرزه الاولى. ها الاولى ناخذ الغرزه الثانيه، ها هي، والثالثه، والرابعه بحال هكا. 4 الغرزات. وانتم على حساب شحال ما بغيتو ديروا في الحصيره ديالكم. انا هنا غير وريتكم كيفاش تبداو النصدوق ديالكم بعدد الغرز قليل، ولكن نتوما ديروا العدد اللي بغيتو بحال هكا. وكنرجعوا في نفس الغرزه
اللي درنا كنرجعوا فيها بحال هكا. ها هي، وكنرجعوا الغرزات بربعه. ها جوج. باش تجيكم هاد الحصيره زوينه حاولوا انكم بالنسبه للغرزه تدخليها في الوسط وتهزي الخيط كامل، ما تهزيش شعره وتخلي شعره وتخلي الحصيره ديالك يجيو داك الغرزات كيبانوا مشنتفين. دائما هزي الغرزه كامله، دخلي البره في الوسط وهزي الخيط كامل. كنتمنى هاد الشرح يوصل. يعني راه كتجي زوينه هاد الحصيره الا تقنتيها في الخدمه ديالك كتجي زوينه في الخدمه ديالها بحال هكا. وكنبقاو غاديين وراجعين بنفس العدد وبنفس الغرزات. ها هي نكمل باش نوضح لكم وترجعوا تشوفوا معايا. هانتو ها هي بدات كتبان، هما بلاصه العقيدات، هذه بلاصه العقيدات. غنكمل وترجعوا باش تشوفوا شحال غيبقى هنا في الوسط ديال العقاد. كيف ما شفتوا معايا راني كملت الحصيره هنايا. ها هي كيف جات على هذا الشكل. راني ركبت العقاد وخليت هنايا الفتحه ديال العنق، جات على هذا الشكل هذا، يعني حصيره رقيقه درت معها هاد العقيدات. كنتمنى ان هذا الفيديو ينال اعجابكم، والى فيديو قادم ان شاء الله.